رجل معلق قلبه بالمساجد، دي عباده اسمها عباده التعلق. في عبادات كده ليها اسماء معينه، يعني مش كتير من الناس عارفها. في عباده اسمها عباده التعلق، انك انت تبقى متعلق بالله، فتعلقك بالله ده هيخليك تتقن عبادته. فمثلا الرجل اللي محافظ على صلاته جدا ده قلبه معلق بالمكان اللي بيلقى الله فيه. ولذلك انت لما تيجي تروح تصلي، انت رايح عشان تأدي فرض، ده ممكن يحتمل. لكن شوف بقى تقول له انت رايح فين، يقول لك انا رايح اقابل ربنا. رايح فين؟ انا رايح اقابل ربنا. دي درجه عاليه قوي. والله. يعني في بعض الشباب كان معانا، كنا بنصحي بعض في ايام الدراسه ففي واحد كنا لما نيجي نصحيه نلاقيه قام من نفسه وقبلنا كلنا ومن غير منبه. تقول له انت مين اللي صحاك؟ يقول لك حبيبي ربنا صحاني. سبحان الله. وهو بيصحى حاسس ان ربنا هو اللي بيقومه عشان يقابله، فيقول لك حبيبي ربنا هو اللي مقومني. عباده التعلق بالله سبحانه وتعالى محتاجه حد عارفه. يعني ايه؟ 3 اللي دخلوا الكهف سدت عليهم صخره. الصخره دي ممكن تبقى عشرات الأطنان، ما فيش مجال لكن هم جوه الكهف، ولكن متعلقين بمن بيده الكهف وبيده الصخرة، متعلقين باللي فوق السماء، ويعلمون أنه قادر على أنه يزيح الصخرة ويخرجوا. بينادوه بيكلموه، فما كانش في إيدهم حاجة غير أنهم هم متعلقين بالله. كل واحد فيهم دعا دعوة، وكل واحد فيهم كان بيدعو الصخرة بتتزحزح، لحد ما ال3 دعوا الصخرة اتزحزحت وخرج. عندك مثلا السيدة أم مريم متعلق، عندها عبادة التعلق بالله وبتكلمه. قالت رب إني نظرت لك ما في بطن. شوف بتكلم تعرف تكلم ربنا زيها كده. السيدة أم مريم مثلا بتكلم ربنا. قال رب إني عارف زي أي أم من أمهاتنا واقفة مثلا بتطبخ ولا على فرن العيش بتخبز ولا حاجات زي دي، بمنتهى البساطة رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت بتكلم ربنا، بتكلمه في كل حاجة زادت بتكلمه فيها، حاجة نقصت بتكلمه فيها، مستشعره وجوده على طول. مش مستشعره، ده هي عايشه معاه. ده يمكن هي بتقول كده لربنا حاجات اللي حواليها مش عارفها، ولا زوجها ولا اولادها ولا حد تاني.